وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. واخيرا الاجازه جات وبقينا احرار، او فاكرين ان احنا بقينا احرار. هل فعلا بقينا احرار ولا وقعنا في سجن من نوع تاني اسمه سوشيال ميديا ومسلسلات وافلام؟ السؤال مش هنروح فين، ولكن السؤال هنرجع لنفسنا ازاي في زمن بقى كله مشتتات. الاجازه اللي بتيجي كل سنه وتعدي، هل هنستغلها ولا هنضيعها زي كل مره؟ السلام عليكم. دلوقتي يعتبر كلنا خلصنا امتحانات. النهارده انا بصور الفيديو ده، والنهارده اخر يوم في امتحانات الثانويه العامه والثانويه الازهريه. بصراحه الاجازه بحسها عامله زي السكينه، ممكن تقطع بيها فاكهه او انك تعور بيها نفسك. يعني اجازه ممكن تقضيها في سكرولينج وتيك توك ملوش اخر، واجازه ممكن تبدا فيها رحله حقيقيه لاكتشاف نفسك. فالاجازه مش راحه بس، الاجازه امتحان. يا عم انا لسه مخلص امتحانات، هتقول لي امتحانات تاني؟ ففي الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش بيقول حديث بس، ولكن هو هنا بيشدد على معنى أهمية الاغتنام. الاغتنام بمعنى انك انت تلحق الحاجة قبل ما تضيع منك، تلحق الأجازة قبل ما ترجع لحياة الدراسة وتقول ضيعتها تاني، تلحق صحتك وتهتم بيها قبل ما تشتكي، تلحق وقتك لأن كل لحظة مش هتتكرر تاني، والفرص اللي معانا دلوقتي مش هتيجي بكرة. فيا إما تغتنمها يا إما تندم عليها بعدين. بصراحة ما نزلتش الجيم النهاردة زي ما أنا كنت حاطط في خطتي، يعني إن أنا أنزل بدري غصب عني يعني، ولكن خلينا أنزل الجيم دلوقتي ونصلي المغرب ونرجع. بص، هو فاضل على المغرب حوالي يجي ساعتين، فهنزل الجيم في ساعة أو ساعة ونص بالكتير قوي، والنص ساعة اللي قبل المغرب دي هنقعدها في المسجد، ودي من أمتع الحاجات اللي ممكن تعملها، وهقول لك ليه، لأن أنا كنت مجربها. وبعد إذنك لو مش مشترك في القناة اشترك علشان نكمل الرحلة سوا. ابن القيم بيقول: من أمضى يومه من غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ليه بقى بالنسبة لي الوقت ده مهم؟ لأن الوقت ده زي ما أنت شايف كده المسجد بيكون فاضي. بتيجي تقرأ أذكار المساء، لو حابب بتقرأها بدري وتلحق تخلصها كلها. الوقت اللي ما بين الأذان وبين الإقامة في صلاة المغرب بيكون قصير جدا، فبتلحق إنك أنت تصلي فيه صلاة السنة، ممكن تدعي فيه. وبالنسبة لي أنا ما كنتش بلحق صلاة المغرب من الأول، فبالنسبة لي بعد ما بقيت أقعد القعدة دي بقيت إن أنا بلحق صلاة المغرب من أولها. محمد رسول الله. الأجازة مش راحة بس، الأجازة تعتبر فرصة. مفيش مانع إنك أنت ترتاح، أكيد كلنا محتاجين إن إحنا نرتاح بعد المعجنة اللي إحنا لسه طالعين منها دي، بس الراحة مش إنك أنت تتهرب، الراحة في إنك أنت لما تلاقي نفسك، لما تطور من نفسك حتى لو بخطوة صغيرة كل يوم. كل يوم بيعدي عليك في الأجازة بيشكلك حتى لو مش واخد بالك. بص، علشان الأجازة ما تضيعش منك فأنت محتاج تبدأ بخطوات بسيطة، مش لازم تغير حياتك كلها في يوم واحد، ولكن لازم تتحرك. وفي نص اليوم حاول تبعد عن التليفون وتنزل تتمشى، حتى لو هتتمشى في الشارع اللي جنبك. خد بالك من التفاصيل اللي ما بناخدش بالنا منها طول ما احنا ماسكين الموبايل. اكتشف مكان جديد او فكرة جديدة او حتى لحظة هدوء حقيقية. اللحظة اللي انت ممكن تكتشفها دي ممكن تكون اهم من 1000 ساعة بنقضيهم على السوشيال ميديا. وفي اخر اليوم اقعد مع نفسك واسألها: انا عملت ايه النهاردة؟ انا حسيت بايه؟ اكتب، فكر،
ارجع لربنا، لأنه مفيش رحلة اكتشاف حقيقية من غير لحظة صدق مع النفس. عارفين المشكلة في إيه؟ المشكلة مش في وقت الأجازة، المشكلة بقيت فينا إحنا. كل ما نحس بفراغ نمسك الموبايل ونقلب فيه، ندور على فيديو، على قصة، أو على أي حاجة بدل الفراغ اللي إحنا بنكون فيه. بس السؤال الحقيقي، هل إحنا فعلا بندور على الراحة ولا بنهرب من أسئلة جوانا مش عايزين نجاوب عليها؟ السوشيال ميديا خلتنا نعيش في مقارنة مستمرة، نقارن شكلنا، حياتنا، مستوانا، بس نسينا نسأل إحنا مين، أو ربنا خلقنا ليه، وإيه القيمة اللي ممكن نضيفها للحياة. واللي اكتشفته إنك أنت مش هتقدر تجاوب على الأسئلة دي طول ما أنت في وسط الزحمة وطول ما أنت ماسك التليفون. لازم ترجع تقعد مع نفسك وتخلو مع نفسك كده في لحظة هدوء، لحظة ترجع فيها لنفسك من غير أي مقارنات ولا فلات، لحظة تسمع فيها نفسك قبل ما تسمع لأي حد. كل يوم بيعدي عليك في الأجازة يا إما بيقربك من نفسك يا إما بيبعدك عنها، زي الفرصة، يا إما تستغله يا إما يضيع زي اللي قبله. فكر كده، لو كملت أجازتك كلها بنفس الطريقة اللي أنت عايشها النهاردة، هتكون إيه بعد شهر مثلا؟ أو هتوصل للي أنت عايزه ولا لأ؟ الموضوع مش إنك تقلب حياتك 180 درجة، الموضوع إنك أنت تبدأ بخطوة، خطوة واحدة بس كل يوم. مكسوف جدا ومش عارف أصور الناس رايحة جاية، فهقوم من هنا وخلاص. حاول إنك أنت تقرأ، تكتب، تنزل تتمشى، او حتى انك انت تصلي براحتك. كنت بسمع درس للشيخ مصطفى سمير، كان بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان على قد ما بيقرأ من الآيات على قد ما بيسجد على قد ما بيركع. فحاول تجرب ركعتين مثلا انك انت تعمل فيهم كده. المهم انها تكون حاجة بسيطة بس تكون من قلب، لان الموضوع مش هيجي بضربة حظ مثلا او مرة واحدة، ولكن هيجي بلحظة صدق حقيقية. لحظة صدق حقيقية هتكون مع ربنا قبل ما تكون مع نفسك. بص، انا عايزك تجرب يوم واحد بس من غير سوشيال ميديا، يوم واحد تقعد فيه مع نفسك. ولو عملت كده اكتب لي في الكومنتات عملتها وايه اللي عاد عليك منها. مستني اشوف تعليقاتكم عشان الرحلة هتحلو لما نكون سوا. سلام.